السلام عليكم. اعلان فيلم ولاد رزق الجزء الثالث القاضي. الاعلان صحيح ما فيهوش سيره الزمالك ومحدش جاب سيره الزمالك خالص، بس الاعلان فيه كميه حرقان معرفش ليه. هو صحيح المفروض ان بطل الاعلان ده قفشه، لان الاعلان اسمه ولاد رزق الجزء الثالث القاضي، وطبعا قفشه هو صاحب القاضيه. تمام. طيب عبد المنعم ايه اللي جابه في الاعلان ده؟ عبد المنعم ما كانش في الاهلي اصلا. كولر ما كانش يعرف الاهلي ساعتها اصلا. الداهيه بقى الداهيه الرابعه اللي في الاعلان ده هو امام عاشور. امام عاشور ساعتها هو اصلا كان في الزمالك، هو صحيح ما كانش متأيد في افريقيا بس كان في الزمالك. ايه اللي جابه في الاعلان ده؟ طبعا الحاجات دي كلها عملت لهم مشكله، برغم ان الاعلام ما جابش سيره الزمالك ولا من قريب ولا من بعيد، ولا جاب سيره 100 عقبه في اي حاجه خالص، برغم ان الاعلام برضو معمول بطريقه جديده خالص. يعني احنا متعودين اعلانات الافلام بيجيب لك مشاهد مثلا تخليك تبقى عايز تتفرج على الفيلم، بيجيب لك مشاهد فيها اثاره، فيها تشويق يخليك تبقى عايز تتفرج على الفيلم. ده اللي احنا متعودين عليه في الافلام من ساعه ما عرفنا السينما. لكن الجديد ان هو يجيب لك 4 اشخاص داخلين يتفرجوا على فيلم، ما بيتكلموش حتى عن الفيلم ولا اتكلموا جابوا سيره الفيلم بعد الفيلم ما شافوه، ويتكلموا وهم داخلين يتفرجوا على فيلم بس طبعا الاعلان ده عمل قلق وعمل قلبان كبير جدا. قولوا لنا رايكم في الاعلان بسرعه في كومنتات. سلام عليكم.